السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون في احسن حال. كلها ايام نودع الشهر الكريم. يا رب ربنا يتقبل منا صيامنا وسجودنا باذن الله وصالح اعمالنا. النهارده هنعمل مع بعضينا فيديو بسيط وسهل. هنعمل مع بعضينا مهلبية. مهلبية ديت حاجة حلوة تحلي بيها بعد الفطار، تقدميها ممكن تقدميها لضيوفكم في العيد. يلا نبدأ بسم الله. نقول معايا هنا انا معايا كيلو الا ربع لبن غالية، ومعايا هنا نص كوباية نشا، ومعايا نص كوباية ربع كوباية كريم شانتيه اللي هتعلي معانا التيست بتاع المهلبية. معايا قطعة قشطة، ومعايا جوز الهند اللي هزوق بيها المهلبية بتاعتنا، وزبيب والسكر. يلا نبدأ بسم الله. انا معايا كيس فانيليا، معايا اللبن اللي هدوب فيه النشا، نشف في اللبن بردك، اللبن بارد. هضيفه على اللبن اللي قدامي ده حضراتكم. هحط الكريم شانتيه على اللبن عشان يدينا التيست عالي. هضيف قطعة القشطة بتاعتنا. معايا نص كوباية سكر، والسكر تبع الرغبة بتاعتكم. عاوزينها السكر بتاعها قليل عن كده قللوا السكر. انا مش هضيفه كله، وهشوف معاها ايه. انا دلوقتي هحطها على البوتاجاز. انا خلاص عملت المهلبيه بتاعتنا. شايفين حضراتكم جمدت ازاي، تقلت ازاي. انا هطفي عليها، نرجع مع بعض نصبها. انا هصب حاجه سهله وبسيطه، مكلفتنيش حاجه. دلوقتي هنسوقه. تجيب فيه شوكولاته فرمزت مفيش مشكله. انت هنحط عليه دلوقتي جوز الهند، والتزويق دوت حسب الرغبه. لو عندكم مكسرات مفيش اي مشكله، كل واحد يحط الحاجه اللي بيحبها، اللي حابب تبع الايد ما هي طايله. الحاجه اللي موجوده في بيتنا. سوداني حطي، فستق، لوز، تبع ايدك ما طايله وحطش. هنحط زبيب، حاجه كده فرحي اولادك، حلي بقك بعد الفطار. طبق مهلبيه بقى من الاخر، والله العظيم من الاخر. حاطين فيها كريم شانتيه، وحاطين قشطه. كل ديت حاجات معليه التست بتاع المهلبيه بتاعتي، مش اي طبق مهلبيه. انا هضيف من عندنا حبه قرفه، اللي حابب يحطها ويعمل زي يعمل، مش اي مشكله. كل واحد يعمل اللي هو عاوزه. انا بحب القرفه قوي. ايه رايكم بقى في المهلبيه بتاعتنا؟ متنسونيش بقى باللايك والشير وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم منه جديد. ومتنسونوش في الاشتراك لو لسه اول مره بتشوفوني. اشتركوا في القناه، واكتبوا لي بقى في التعليقات ايه رايكم في المهلبيه بتاعت اللي انا عملتها النهارده. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.